هناك 5 عوامل خطورة مهمة لسرطان المعدة. أولاً، النظام الغذائي ونمط الحياة. تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، والأطعمة المصنعة، والأطعمة المالحة، والأطعمة الحارة جداً والمخللة تعتبر من عوامل الخطورة المهمة جداً لسرطان المعدة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت تدخن أو تستهلك الكحول، فهذه العوامل أيضاً تساهم في تطور سرطان المعدة. ثانياً، بكتيريا الهيليكوباكتر بيلوري. الهيليكوباكتر بيلوري هي بكتيريا مهمة يمكن أن تبقى في المعدة. عندما تبقى هذه البكتيريا في معدتك لفترة طويلة، يمكن أن تسبب تهيج مزمن أو ما نسميه بالتهاب، وقد تحول خلايا المعدة إلى خلايا سرطانية، وهي تعتبر عامل خطورة مهم جدا لتطور سرطان المعدة. ثالثاً، وجود تاريخ عائلي لسرطان المعدة أو أي نوع آخر من السرطانات في العائلة. هذا العوامل ممكن تهيئك للإصابة بسرطان المعدة، وإذا كان عندك أي أحد من أفراد العائلة مصاب بسرطان المعدة، تقدر تسوي فحوصات للتأكد. رابعاً، مرض الارتجاع المعدي المريئي المزمن. الارتجاع يصير لما يرجع الحمض إلى المريء، وهذا ممكن يضر الخلايا والبطانة داخل المعدة والمريء، وقد يتحول إلى خلايا خبيثة. وخامساً، هو السمنة. زيادة الوزن ممكن بعد تعرضك بشكل أكبر للارتجاع المعدي المريئي المزمن وسرطان المعدة.